في الصيف يبقى محتاجين وصفات سهلة وسريعة وكمان طعمها حلو قوي. تعالوا نعمل كسدية الفراخ على طريقتي. طعم انما ايه حكاية. يلا بينا. عندي نص كيلو من الصدور، غسلتها كويس جدا وصفيتها وعصرت عليها ليمون وقطعتها شرايح سميكة شوية علشان يبقى فيها لحم، مش عايزاها تكون رفيعة. وبالنسبة للبهارات عندي معلقة صغيرة مليانة من بابريكا مدخنة، نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة مليانة من البهارات بتاعة الفراخ. البهارات اللي استخدمتها هنا دي بهارات باب الشام، دي بيبقى فيها أعشاب. مش متوفرة ممكن نستخدم خليط ما بين الزعتر والريحان والروزماري إن وجد، او اي بهارات انتوا حابينها، بس دي بتدي تيست عالي شويه. حطيت معلقتين كبار من الزيت وخلطتهم كويس مع الفراخ. لو حابين تسيبوها فتره كده نص ساعه ساعه هيبقى افضل بكتير قبل ما نيجي نسويها. هجيب بقى الصينيه واحط فيها معلقه كده صغيره من السمنه، مش الزبده، السمنه بالنسبه لي هي هتبقى افضل. وبعد كده هنزل الصدور طبعا، والطاسه بتكون سخنه. مش هحط بقى زيت لان انا كده كده حاطه زيت مع الصدور. بعد كده على نار عالية هبتدي ان انا اديها لون من الجانبين، وبعد كده ههدي النار وهغطيها لحد لما تستوي خالص. اعرف ازاي انها استوت لما اجي كده اغرز بالشوكة الاقي الشوكة بتطلع معايا بسهولة تبقى استوت. الاقيها لا لسه في حتت مش بتطلع معايا بسهولة، يبقى اعرف ان هي محتاجة سوا. وعشان هي الشرايح بتاعتي سميكة شوية فهتاخد وقت في التسوية. ههدي بقى النار خالص وهسيبها تستوي في المية بتاعتها. وبعد كده هبتدي ان انا اطفي النار بعد ما تستوي وهسيبها برضو متغطية 10 دقايق، وبعد كده هكمل شغل فيها. بعد ما تستوي الفراخ هشيلها بقى في طبق على جنب، وفي نفس الصينية بتاعتي ده السوائل اللي اتبقت من الفراخ هنزل معاها الخضار وهقلبهم كويس قوي مع بعض، علشان انا عايزاها تاخد من التطعيمة بتاعة البهارات بتاعة الفراخ، وكمان عايزة الخضار يبقى شبه دبلان معايا، يعني واخد 3/4 سوا. طيب لو كانت استوت الفراخ والسوائل بتاعتها كانت خلاص اختفت، يبقى احط قطعة من الزبدة. بحب قوي الزبدة مع الخضار اكتر من السمنة. وساعتها ممكن انزل كده رشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح، بس انا ما حطيتش اي حاجه خالص. اكتفيت بالتطعيمه بتاعه السوائل بتاعه الفراخ وبتاعه البهارات. ههدي النار وهغطيه كده 5 دقايق علشان اتاكد ان هو يبتدى يدبل، وبعد كده هطفي النار على الخضار. بعد كده هقطع الفراخ قطع صغيره الحجم اللي انتوا عايزينه. عايزه اقول لكم وصفه سهله جدا وسريعه، طعمها حلو جدا، وكلها في صينيه واحده. بجد هتعجبكم وهتعجب اولادكم. بعد ما اشيل الخضار في نفس الصينيه احط معلقه صغيره من السمنه مش الزبده، وهحط ربع كوب من الكاتشب وربع كوب من الباربيكيو صوص، وكمان معلقه كبيره من العسل الاسود، وهقلبهم كده تقلبتين على نار هاديه. وهنزل فيهم الفراخ اللي انا قطعتها. كل ما كان الباربيكيو صوص نوعه كويس وطعمه حلو كل ما هيديني تيست عالي. حط بقى معلقتين كمان كبار من صلصه ورشستر شاير صوص. هي اختياري بس لو متوفره هتديني برضو تيست حلو قوي. هقلب بقى الفراخ على الهادي. طبعا الفراخ خلاص عندي استوت، بس انا عايزاها كلها تتشمع من الخليط اللي عندي. وطبعا لو هنزود كمية الفراخ بنزود كمية الصوص اللي احنا عاملينه. في الوقت ده بقى ممكن نكونوا تدوقوا الفراخ عشان تشوفوا اذا كانت محتاجة ملح ولا لا. طبعا ملح حسب الرغبة، بس انا اكتفيت بنص معلقة صغيرة من الملح عشان طبعا الصوص اللي احنا حاطينه، وكمان لسه هحط جبن. وفي نفس الصينية هي بس خلاص بقى كنا غسلناها كفاية عليها كده. هجيب بقى خبز التورتيلا، انا طافية النار لسه ما قدتش اي حاجة، وابتدي ان انا احط الجبن، اي جبن انتوا حابينها. انا استخدمت بس موتزاريلا، في ناس بتجمع ما بين الموتزاريلا والشيدر، زي ما انتوا حابين. حطيت بقى الطبقة من الخضار زي ما هو واضح كده، وكمان حطيت جزء من الفراخ. بتملوا الحشوة وبتحطوها طبعا زي ما انتوا حابين. وبعد كده هقفل بخبز التورتيلا التاني واضغط كده ضغطة خفيفة، وهشغل النار وهحط قطع من الزبدة. هنا بقى مش هحط سمنة، لا احط زبدة علشان تحمر لي الخبز بتاع التورتيلا، ومع كمان معلقة من معلقتين كبار من الزيت. ما بياخدش ثواني على النار، فانا بس ههدي النار شوية عشان اتأكد ان الجبنة ساحت، وبعد كده اكون شغالة على نار وسط. مش هسيب الصينية وامشي، ده هو في اقل من ثواني بيكون خد لون من تحت. بعد كده هقلبه الناحية التانية عشان برضو ياخد لون. اول لما احس ان المادة الدهنية نقصت ببتدي ان انا ازود تاني واحط قطعة تاني من الزبدة. خلاص كده خد لون من تحت، نقلبه بقى على الناحية التانية. شايفين اتحمر بقى عامل ازاي؟ يا نهار ابيض على السهولة والريحة والجمال والطعم. بجد لازم تجربوها. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، بتمنى انها تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.